ازاي اقدر اثبت تعليق على الفيديو؟ يعني حد مثلا باعت لي تعليق كويس، تعليق ايجابي، تعليق فيه تشجيع، فعجبني التعليق وحابب اثبته على الفيديو. او حد تاني مثلا بيطلب مني اني اثبت التعليق بتاعه، يعني اعمل للتعليق بتاعه تثبيت. تمام، اثبت التعليق يعني. او انا مثلا حابب احط رابط معين، فبشرح في الفيديو واقول لكم هسيب لكم مثلا الرابط ده في تعليق مثبت. فبالتالي انا هعلمك ازاي تقدر تحط تعليق مثبت على الفيديو بتاعك، او تثبت اي تعليق انت حابب تثبته من التعليقات. تمام، مثلا هنيجي عند التعليق ده مثلا. شايفين التعليق ده مثلا؟ انا عايز اثبت التعليق ده. تمام، مثلا كمثال يعني. تمام، كل اللي علينا هاجي اضغط على الثلاث نقط، مش هلاقي فيه كلمة تثبيت. طيب اجيبها منين كلمة التثبيت؟ كل اللي عليك هتبدأ تضغط على الفيديو الخاص بالتعليق اللي هو مكتوب ده، اللي انت عايز تثبت التعليق ده عليه. هتبدأ تضغط عليه بالشكل ده كده، هيبدأ يفتح معاك بالشكل كده. هتبدأ تدور على التعليق اللي انت حابب تثبته. اكيد التعليق ده اللي انا كنت حابب اثبته. تمام، طيب مثلا هبدأ اضغط على الثلاث نقاط، هتلاقي فيه كلمة تثبيت. لو ضغطت عليها هنا بيقول لك هل تريد تثبيت هذا التعليق؟ إذا سبق وثبت تعليقا آخر سيحل هذا التعليق محل. معنى الكلام ده إيه؟ معنى الكلام ده إن بيقول لو حضرتك ثبت تعليق قبل كده على الفيديو ده وحابب تثبت التعليق ده، فأول ما هتثبت التعليق ده، التعليق ده هيحل مكان التعليق الأولاني. هنا زي ما بقول لك أهو، سيحل هذا التعليق محله، يعني ده هيجي مكانه. تمام، فأنت كل اللي عليك هتبدأ تقول له تثبيت، هتبدأ تضغط عليه، هيبدأ يثبت معاك. هنا بقول لك تم تثبيت التعليق. تمام، طيب لو رحنا كده هتلاقي التعليق هنا بقى مثبت. طيب بعد ما ثبت التعليق ده على الفيديو، عايز بقى ازيل التثبيت، يعني احذف التثبيت، ازيله خالص التثبيت. تمام، ولكن التعليق زي ما هو هيكون موجود. كل اللي عليك هتضغط على الثلاث نقاط، وهتلاقي هنا بيقول لك ايه؟ ازاله التثبيت. هتبدا تضغط عليه، هيبدا يزيل التثبيت. لو جينا ضغطنا على الثلاث نقاط دول هتلاقي هو بيقول لك ثبت تاني من جديد. اتمنى اكون وصلت لك المعلومه بشكل سليم. لو عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعل زر الجرس على الكل، واشوفك في فيديو جديد. السلام عليكم.